سؤال مهم جدا جالي وقلت لازم اشاركه معاكم علشان كلنا نعرف ايه الاحتياطات والعلاجات اللي لازم نعملها مع اولادنا لو لقيناهم بيعملوا كده. ابني ممكن يلمس اجزاء معينه في اصحابه، وممكن يهزر معاهم بالايد ويحط ايده في حتت ويمسك حتت ما ينفعش ان هي تتمسك. بالبنط العريض ابني بيتحرش باصحابه. بس في الاول قبل ما نعرف نعمل ايه لازم نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي طفل يعمل السلوك ده. اول حاجه الاطفال اللي ممكن يكونوا اتعرضوا للتحرش او للمسات زي دي، فانا لازم اسال ابني هل حد عمل لك كده؟ اصله مش هيجيب من بره. تاني حاجه ممكن اولادي اللي قاعدين على الموبايل 24 ساعه يكون طالع قدامهم مقاطع فيديو او اعلانات فيها حاجه زي دي. كلنا طبعا عارفين الالعاب اللي بنستخدم فيها النت وممكن يطلع اعلانات لاولادنا وفيديوز غير مرغوب تماما ان هم يشوفوها، واحنا خلاص عارفين ان احنا كلنا متراقبين بقى، فما بيصدقوا يلاقوا طفل قاعد على التليفون. تالت حاجه ممكن يكون حد من صحابه هو كمان بيعمل حاجه زي دي وعلمها له. رابع حاجه الامهات اللي ممكن تغير هدومها عادي قدام اولادها، واللي زرع عند اولادها بطريقه غير مباشره ان مفيش حاجه اسمها خصوصيه، يعني باب الحمام مفتوح كلنا بنغير قدام بعض. في كمان امهات ممكن تتهاون مع اولادها لما ممكن يهزروا معاها بان هم يمسكوا اجزاء معينه في جسمها وتاخد الموضوع على انه هزار. ده مش هزار، دي مصيبه سودة. وتقول لك اصل عيل صغير ما يفهمش، هو ممكن مش فاهم دلوقتي ده ايه، بس اللي اتزرع فيه ان دي حاجه ممكن يمسكها عادي. خامس حاجه الاب والام اللي بيسيبوا اولادهم يناموا معاهم في الاوضه لسن متاخر، وممكن تحصل ما بينهم علاقه زوجيه وهم فاكرين ان الطفل نايم، بس ممكن يحصل والطفل يصحى. ده في حدوته كمان والله كنت سمعتها عقلي مش قادر يستوعبها، عن اب مريض ممكن يعمل علاقه وهو فاتح الباب عادي وعارف ان ممكن حد من اولاده يشوف. احنا رايحين على فين؟ والله اعلم. في اسباب ابنورمال تانية اكتر من كده ولا لا؟ نشوف بقى العلاج ايه، نحل الامراض دي كلها. اول حاجه لازم اعلم ابني الخصوصيه، وعن طريق ان انا بحط خصوصيه ليا انا معاه. يعني يا حبيبي ما ينفعش تغير قدام مامي، انت بقيت كبير، ما ينفعش ان انا اغير قدامك، يلا اطلع دلوقتي واقفل الاوضه عليا علشان انا هغير هدومي، ما ينفعش نخش على بعض في الحمام. أعرفك من الخبز والخبائث. قول لها حد ينفر على حد وهو مستحمى على اساس ان انا قاعد في البلكونه. ايه صوتكوا عالي كده ليه على الصبح؟ ايه السواقه دي وانت بتعمل ايه يا منيل؟ باخد درس جغرافيا. يعني عليك يا محمد هنيدي، لازم ابقى مراقبه كويس قوي الالعاب اللي ابني بيلعبها، ابقى عامله لوك كويس جدا لاي حاجه خارجه ممكن تظهر له او يشوفها. ابني لو عرفت ان هو بيعمل حاجه زي دي اتكلم معاه بهدوء واصاحبه واقول له ليه عملت كده، شفت ايه، طب في حد عمل معاك كده، اصاحبه واتكلم معاه بهدوء خالص. والموضوع محتاج ان انا اروح لاخصائي نفسي، ما استكبرش على حاجه زي دي، روح عادي جدا. اهم حاجه نوصل باولادنا لبر الامان. حافظوا على اولادكم، راقبوا اولادكم بطرق غير مباشره، قدموا حواليهم وسائل الحمايه، ما تسيبهمش فريسه سهله في المجتمع. وقابلكم في كلمتين على السريع ومعلومه جديده عن الطفل.